حظك سيء في الباكجات، محتاج تجيب لاعبين زرقاء او ايكونز. عندك متجر حسام لبيع الكوينز بدون تصفير او بان وبسعر ممتاز، وتقدر تتواصل معاهم عن طريق الواتس. السلام عليكم ورحمة الله، وازي حضرتك؟ جاي من خير ان شاء الله. المقطع ده مقطع يخص يعني بالاخص جماهير ريال مدريد خصوصا، وممكن جماهير الكرة عموما. طبعا ايدير ميليتاو، اللاعب ده ارتبط اسمه مؤخرا بالريال، وطبعا احنا عارفين معاناة الريال بيعاني الموسم ده وخلاص. يعني انا شايف ان هو لازم يتخلص عشان الريال يرجع يفوق تاني، لازم يتخلص من بعض اللاعبين اللي هم وصلوا للقمة. اقرب مثال لكده مارسيلو، انا شايف مارسيلو خلاص لازم تدور له على بديل، لان خلاص اللاعب اعطى اقصى ما عنده. هو عايز يمشي، واضح مش قادر يلعب، مش عارف، تحس ان اللاعب خلاص يعني وصل للقمة، عنده حالة اشباع، فشوف غيره. فمن هذه الامثلة ايدير ميليتاو. طبعا اللاعب ده انا عرفته من فيفا 19، نزل له بطاقة 87 في الطاقات بعنوان، يعني البطاقات اللي نزلت دي كان عنوانها فيوتشر ستارز، يعني نجوم المستقبل، وكان من ضمن هذه البطاقات ايدير ميليتاو. فانا اول مرة اتعرفت على اللاعب كان من الموضوع ده. ما شفتلوش قبل كده اي مباراه في الحقيقه، لا مع بورتو. يعني الصراحه مين هيتفرج على الدوري البرتغالي ومين هيشوف بورتو؟ هو جاي من ساو باولو، الدوري البرازيلي. كالعاده الانديه البرتغاليه بتشتري من الانديه البرازيليه، وبعد كده اللاعب يعني بيتالق فبيبيعوه بسعر غالي للانديه الاوروبيه الثانيه. فهنشوف مع بعض ايه وضع دريم التاو. انا الصراحه اقرب مثال، يعني انا فاكر اخر واحد برازيلي جه من بورتو للريال، طيب الذكر الله يخرب بيته، دانييلو. يخرب بيتك. يخرب الله بيتك. اللي جيب مبلغ كبير للريال، حاجه و30 مليون او 40 مليون، وطبعا كان اسطوره مع الريال، عمل كوارث كتير لحد ما اعرفش برضو لحد الان ازاي جوارديولا اشترى اللاعب ده من الريال ب 40 مليون. انا ما اعرفش يعني ازاي اتضحك عليه في دانييلو ب 40 مليون او حاجه و30 مليون، مش عارف. لا، وهو ما بيلعبش مع السيتي حاليا، يعني اللاعب صفقه فاشله بكل المقاييس. فخلونا نشوف الاخ ايدير ميليتاو. انا الصراحه مش عايز اقول لك اللاعب كويس او لا، انا ما اعرفش، يعني انا ما شفتش ولا مره اي جيم ليه. فهنشوف له لقطات وحاجات، وبناء عليها يعني هيبان ملامح. مش هقول لك اللاعب ممتاز او سيء، بس هيبقى في ملامح للموضوع. فتفضل يا اخي ميليتاو، غني وقول. طبعا اللاعب عنده 21 سنه تقريبا، ودي سياسه الريال مؤخرا انه بيشتري لاعبين صغيرين في السن زي جونيور زي سيبايوس، يعني لعيبه كتير. هو الاخ ده كان بيلعب باك يمين وقلب دفاع احيانا، بس هو ولعب نص ملعب برضو احيانا. فهو مراكزه الاصليه رايت باك يمين وقلب دفاع احيانا. فنشوف له حاجات دي مع ساو باولو في البرازيل قبل ما يروح بورتو. يعني نشوف بداية اللاعب ده. هنا كان بيلعب نص ملعب اكيد، لانه مش هيجيب هدف وهو بيلعب في الدفاع، لان واضح ان هو مقدم. ولا ايه ده؟ لا، واضح ان هو كان بيلعب في نص الملعب وراح اتقدم. الله، ده ركوب يعني. واضح ان الهدات عنده كويسة او بيطلع يعني في ما بيخافش. يا ولد على الكتف، كتف قانوني يا حكم. لاعب الريال الجديد ده. يقول لك ويلكم تو ريال مدريد. لسه يا جماعه اشاعات كلها، ما راحش. لا، اي واحد برازيلي اكيد انه بيعرف يعمل مهارات او بيرقص، او ان هو بيعرف يجري بالكوره او بيباصي. ده اي حاجه في اي لاعب برازيلي كده، ما عدا دانييلو طبعا. لا، واضح ان هو بيكاتف الولد ده. مع مين؟ مع برضه الدوري البرازيلي. الدوري البرازيلي الصراحه مش مقياس، ولا البرتغالي. لا، بيعرف يلعب، يعني كان بيلعب باك يمين، يبقى عنده فكره عن الكوره، يعني زي مارسيلو زي دانييلو. ربنا يستر والله. هنا اسيست جميل، حلوه الرؤيه. هنا يطلع بالهيد، يا ولد. ماشي، الدوري البرازيلي على عيننا وراسنا، انا اسف، بس الدوري البرازيلي مش مقياس. نفس جري دانييلو يا ناس، والله العظيم انا مش قادر اطلع موضوع دانييلو من دماغي. يعني دانييلو جاي ب 30 مليون وقلنا اللعيب ممتاز، وخلاص لقينا حل في البديل المركز اليمين، الباك اليمين، وفي الاخر بس نفس جري دانييلو والله. ضربة جزاء، بيحط ضربات جزاء كمان. يا ولد، اتصدت ودخلت. يا ولد، ايه، حطها وحش، حطها وحش والله. ايوه، هيطلع نفس طلع دانييلو. حلو التدخل، تاكلينج جميل.
يعني اللعيب بيبان يا جماعه من تدخلاته وتوقعاته للمهاجمين، امتى يتزحلق امتى يقف. انا كنت مدافع وعارف الكلام ده كويس. واللعيب بيطلع في الراسيات ما بيخافش، ما بيغمضش عينه. يا ولد، لا لا، حلوه دي عجبتني. الدخول المفاجئ ده عجبني. الانقضاض على الكوره. هيعمل عرضيه. حلو الهدف الضائع. يا ولد، يعني انا شامم فيه ريحه فاران برضو، يعني نفس جاريه فاران او تدخلات فاران الكويسه. وفاران طبعا بالنسبه لي مدافع ممتاز، بس احيانا بيبقى يعني مسطول او نايم متاخر، ما تعرفش، بيعمل غلطات ساذجه. لكن هو مدافع ما فيش عليه كلام. يعني بيعمل اسيستات الولد، يعني عنده رؤيه، عنده فيجن، يعرف يطلعك بالكوره، يطلع بيك بهجمه من ورا. ما اعرفش ميليتاو ده كده وقت ما كان بيلعب رايت باك واضحه، يعني دي واضحه انه ما بيلعبش في قلب الدفاع لسه. كل ده وهو بيلعب باك يمين. عنده لمسه، عنده فكره. ماشي، بس انا عايزه وهو هيلعب سي بي، عايزه هو مدافع. لان هو هيلعب مع الريال غالبا مدافع، مش هيلعب باك يمين باغلب الظن. يعني الريال محتاج مدافع ثالث او رابع. لا بقول لكم انا عايز حاجات ليه مع بورتو وهو بيلعب دفاع. انا اسف، الرايت باك دي ما تلزمنيش. وبص بيقول لك ايدر ميليتاو ويلكم تو مانشستر، يعني اللاعب مربوط بمانشستر وريال مدريد. يعني اكيد ان هو لاعب عنده امكانيات نجاح. بص، ويلكم تو ريال مدريد. وريني لما نشوف اخرتها معاك ايه. بص الواد رقصه بس ما عرفش ياخد الكوره. ضد اليوفي ده ولا ايه؟ لا دوري البرتغالي كل ده. بص تدخل. لا واد واضح ان هو كويس. ده كده هو بيلعب ايه، باك شمال. تغييرة ملعب عادي يا عم، ما دانيلو كان بيغير ملعب عادي. ده هو بيطلع بيبني هجمه من تحت يعني. الريال والله محتاج شغل، محتاج شغل، بس الريال عنده قوام اساسي، بس انت محتاج تظبطه. يا ولد، حته برازيلي. يعني الريال زي ما قلت، الريال عنده فريق كويس، بس محتاج يتظبط بقى. الناس اللي شبعت بطولات او اللي ما عندهمش شغف ان هم يلعبوا يمشوا بقى خلاص. محتاج ناس جديده. ده هيد حلو، هدف حلو. يعني ما اعرفش، حاسس في ستايل فاران. حاسس كده بسرعه فاران، او ان هو بيجري زي فاران. الانطلاقه بتاعته سريعه مش بطيء فاران. بس يعني انت عندك راموس خلاص، فاضل له سنتين مثلا بالكتير وهيمشي، مش هيكمل. يعني راموس قائد للدفاع صحيح، بس خلاص انت بتدور على ناس بقى للمستقبل. كل ده تغييرات ملعب جميله. انا بقى بتكلم على اساسيات الدفاع فين. ايوه حاجه زي كده يا ولد. لا الولد شكله كويس. كبدايات يعني. تغييرة ملعب دي او لعبه لقدام. تغييرة ملعب. تغييرة ملعب على الاطراف برضو. اكيد برازيلي، يعني صعب ان هو يبقى سيء على الارض، او ان هو ما بيعرفش يباصي. يعني كل الناس بتعرف تباصي وتعمل كل حاجه ما عدا دانييلو. ما شاء الله الريال من وسط الناس اختاره هو. هنا يا ولد ما عرفش يرقصه. لا حاجه كويس. هنا 1-على-1 على الطرف. يا ولد، كلام كبير يعني. ماشي، لعيب كويس واضح. حلوه لعبها الواحد. ودي يعني دي مش تشتيته، لا دي ملعوبه الواحد. عشان موضوع التشتيت ده خلاص انتهى من كرة القدم خلاص. موضوع تطويح الكورة وانك تشوت فوق، لا يا حبيبي. هنا هيعدي. حلوة. هنا القوة بقى ضد امبولو بتاع شالكة. يا ولد، خدها منه. لا واضح الولد كويس، عنده بوتنشال كبير والله. ده يعتبر اسيست. معرفش هو اللي لعبها ولا لا، بس هو طلع اللي هو يعني بيطلع في الراسيات كويس، يعني ما بيخافش. هنا 1-على-1 يا عيني. لا لا لا، الريال يمضي معاه دلوقتي. يمضي معاه بريز. يمضي معاه قبل ما يروح لمانشستر. مانشستر محتاجين مدافعين برضه. هنا 1-على-1 يا ولد. لا انا شايف الريال يتوكل على الله يعني. من مقاطع اليوتيوب حكمنا طبعا، ما ينفعش يا جماعه.
لازم تشوف له يعني لازم تشوف له مباريات كامله، مش شويه دقايق على اليوتيوب. ده فيديو تاني برضه. يعني انا هحاول اشوف كل بس ده نفس لا تقريبا نفس اللقطات ولا ايه؟ لا لقطات تانية. هنا 1 على 1 انقضاضات. ايوه ورونا امكانيات الدفاع بتاعته. انا عارف ان هو بيعرف يلعب كوره وبيغير ملعب وبيعرف يباصي وبيعرف يجري بالكوره. اهم حاجه 1 على 1، الكلام اللي الريال محتاجه. يا جماعه الريال بيضيع يا معلم المستشار. تغييرات الملعب فكونا منها. ايوه 1 على 1 وريني يا ولد. ماشي كل ده اي واحد برازيلي في الشارع بيعرف يجري بالكوره، ما فيهاش اي مشكله. يا عيني بيضحك عليه كده عايز يرقصه. يا عيني. بس هو واضح ان هو بيلعب ناحيه الشمال اكتر، يعني سي بي شمال. الهدف ده تقريبا ما جابش غيره في مسيرته، فكل شويه بيجيبوه تقريبا. هنا بيقول لك ريال مدريد تارجت. خلاص الموضوع سمع، يعني الولد انشهر على قفا الريال. دي هجمه امبولو، تغطيه بالكعب حلوه. عادي، ما احمد عسيري ووائل الاباني كانوا بيغطوا كده يا جماعه. طبعا مش هيعرف احمد عسيري ووائل الاباني الا من الا من عانى في كره القدم. بس يا ولد على التغطيه حلوه. الريال محتاج مدافع صح يا ناس. هنا مع بورتو برضو حلو التدخل. هنا تغطيه تمام. الواد مبشر بالخير والله. اتوقع بس بلاش يجي بنفس سعر دانييلو، يعني لو يجي اقل 5 مليون اعلى 5 مليون بلاش السعر بتاع دانييلو ده، انا بتشائم منه. هنا تغطيه يا عيني، ما فيهاش فاول يا حكم. لاعب الريال بتاعنا ده تغطيه هيغطي هنا يا ولد. يعني ستايل جسمه وجريته زي ما قلت زي فران. ده يعني احساسي ان هو نفس ستايل فران بس على برازيلي بقى، يعني بيعرف يباصي وبيطلع بالكرة صح. وهو كان بيلعب باك يمين كمان، يعني عنده فكرة عن الهجوم. هنا تغطية يا ولد. شيل هنا ما فيهاش تثبيت، تشيل على طول. حلوة التغطية تمام يا ولد. لا بيطلع في الراسيات بيركب زي الفيفا. انا جربت الكارت بتاعه في الفيفا بيطلع ولد كويس في الراسيات واضح. هنا التغطية. هنا البلوك. يا ولد يا ايدير. تغييرة ملعب فكونا منها، عارفين انه بيعرف يلعب كورة والله. برازيلي. تغطية يا ولد. هنا يشيلها مع خط المرمى يا ولد. لا حلوة دي. ده عشان دي يجي الريال بقى عشان الحركة دي. لا وسريع مش بطيء، يعني موضوع البطء لا مش فيه، انطلاقته سريعة زي فران. يا ولد على الدخول. اتمنى ما ارجعش للمقطع ده بعد ما يجي الريال ويطلع الولد مقلب. والله لو طلع مقلب هتبقى شكلها وحش، هتبقى حاجة سيئة، يعني يبقى تاني مقلب بياكلوا الريال بعد ما دانييلو. ايدير ميليتاو. تذكروا الاسم جيدا يا جماعة، لا اما هيكون مقلب كبير لا اما صفقة كويسة. الريال ما عندوش وسط يا ولد على الركوب. الريال ما عندوش لاعب يبقى في الوسط، لا لاعب يفشل قوي او ينجح قوي. يا ولد على الركوب، لا حلوه. يا ولد على الدخول والانقضاض او بالضاد. يا ولد على الفدائيه. يا بيريز وقع معايا بيريز، الحق عشان مانشستر وبايرن اعتقد عندهم مشكله في قلوب الدفاع، فهتلاقي عينهم عليه برضه. فبس شفت للاخ ميليتاو كذا فيديو الصراحه، شكله يعني كبدايه لجماهير الريال الموضوع مبشر، يعني بنسبه 80% هو مبشر بالخير. ويعني اللعيب غالبا في ليفربول اتكلموا عليه، مانشستر، وهتلاقي انديه اوروبا كلها بتتهافت عليه لو هو كويس فعلا. فان شاء الله اتمنى يطلع صفقه كويسه. فبس كانت نهايه المقطع، مش تعمل لايك وفعل جرس التنبيهات هنا وفي التويتش في كل حته، واكتب لي في تعليقات لو عجبكم هذه النوعيه من المقاطع. نشوفكم في مقطع جديد والسلام عليكم.